آداب قسم إعلام الفرقة التالتة جامعة اسكندرية. من وأنا صغيرة بحب الكتابة جدا وبحب القراية. كنت على طول أقرأ وأجيب المجلات وبسعى دايما أجيب الكتب الجديدة والمجلات الجديدة وأقعد أقراها. ابتديت أكتشف موهبة فعليا من أولى ثانوي لما كنت في مكتبة المدرسة وكان في مسابقة اشتركت فيها وفزت وفضلت في أولى وتانية وتالتة ثانوي واشترك في نفس المسابقة وأكسب. بعد كده لما دخلت الكلية برضه كنت بشارك في مسابقات. جت مسابقة شغف. لما شفتها في الأول كنت خايفة وقلت أنا أكيد مش هفوز، يعني في ناس كتير مشتركة فيها على مستوى مصر كلها، بس قفلت وبعد كده فتحت 48 ساعة، فقلت بلاش الخوف اللي أنا فيه ده، يعني ممكن أجرب ولو خسرت يعني أنا فيها أنا كسبانة في النهاية برضه. جيت اشتركت بيها وفوجئت ان انا كسبت فيها واتنشر لي اعمالي بعد كده. يعني حاجه حلوه جدا ان العمل يكون مكتوب ومحطوط في درج المكتب وفجاه الاقيه في كتاب ناس كتير بتشوفه، بيشارك في معارض وانا شخصيا بوقع عليه. دي كانت لحظه بالنسبه لي سعيده جدا. مبادرة شغف أنا بشكرهم جدا جدا على المجهود الفظيع اللي عاملينه معانا. لازم أشكرهم طبعا لأن هم عطونا ثقة أكتر في نفسنا، شجعونا أكتر. أي حد عنده الموهبة ما يخافش ويشارك في مسابقة شغف أو يشارك في أي مسابقة، وبلاش الخوف يأثر على حياتكم. شاركوا وتعبوا وجربوا كل حاجة وفي النهاية انتوا اللي هتكونوا كسبانين. أنا حاليا مشاركة في مسابقة تازة المغربية، في انتظار النتيجة وبتمنى أكون فايزين، بس أيا كان النتيجة أنا برضو مبادرة شغف علمتني إن أنا أتشجع دايما وإن أنا أشارك في أي مسابقة. وشكرا.